مرحبا، شلونكم؟ اليوم نسوي ريوق خفيف وطيب. هواية من أهل الغربية بالعراق يسووها هاي الأكلة. هي بسيطة وسريعة وسهلة. مكوناتها كلش سهلة. هي عبارة عن حليب وخبز وشكر ودهن أو زيت، بس هي الأصح إنه يسووها بالدهن الحر، بس أنا أحب أستعمل الزيت بدل الدهن. ويلا نسويها سوا. بالجدر عندنا طبعا. أنا ما راح أستعمل كمية كبيرة، راح أسوي كمية قليلة، فراح أستعمل جدر صغير وأحط شوية زيت. مثل ما قلنا أنا أحب أستعمل الزيت، ما أحب أستعمل الدهن بالطبخ. وراح أحط حليب حسب النظر، حسب الكمية اللي انتوا تريدوها، حسب عدد الأفراد اللي موجودين. فاستعملنا هنا. أنا ما انتظرت الزيت يحمى، المفروض انتظره يحمى شوية على مود أحط الحليب، بس استعجلت عليه وحطيت الحليب. بس هو الأصح إنه الدهن يحمى، يلا واحد يحطه. راح انتظره هسه شوية يحمى يغلي، وبعدين أضيف هذا الخبز. استعملت الخبز العربي، الخبز الشامي، المفروض واحد يستعمل الخبز العراقي، بس أنا بما إنه ما عندي حاليا خبز عراقي فراح استعمل الخبز الشامي. راح انتظر الماء يغلي ونحط الخبز. حطيت الخبز وبدأ يغلي مثل ما تشوفون الخبز والشكر. أنا هنا استعملت تقريبا كوبين حليب تقريبا يعني، وخبزة واحدة من هذا الخبز الشامي. فانتظر وحطيت تقريبا خاشوقتين شكر. انتظر الماء يسخن، ولازم شوية يسخن يعني. أنا من غلى هنا نصيت النار، حطيت النار على نار هادئة، وبدأ يغلي على كيفه لما يسخن. وطبعا الريحة كلش طيبة، ريحة الحليب ويا الزيت ريحتها تخبل. هسه بدأ يسخن مثل ما دا نشوف. لازم واحد يبقى يحركه، تحريك مستمر طبعا. طبعا الريحة ما أوصفها، أنا أحبها هاي الأكلة كلش أحبها. وإن شاء الله تستمتعون بيها، تجربوها إن شاء الله تستمتعون بيها. بعد ما صارت شوف الكمية، طبعا أنا ما سويت كمية كبيرة، سويت كمية صغيرة على قد معونين تقريبا طلعت لي. ما أحب أكثر بيها لأن من تبرد تصير مو طيبة. وبالهنا والشفا على قلبكم. باي باي.